اليوم أنا بدي أحكي لكم عن حواء وآدم، عن الشباب والبنات، مخلوقين عكس بعض تماماً بس بيقدروش يعيشوا بدون بعض. كل شيء بينهم مختلف. يعني الشاب لما بده يروح يشتري بنطلون من نوفوتيل، إذا قاسه طلع هيك لقي تفاصيله مبينة بقول له معطيني واحد أوسع، ولاش فكروني بجماعة الرينبو. في بنات بتدور على البنطلون الضيق، كيف تحشر حالها جواته ما بتعرف، تتخيل انها لما بتلبس هيك تعمل. هذا الصوت اذا سمعته فوقيك واعرف انه جارتك قاعد تلبس. حابة احكي شوي عن الفنان شادي صلاح. طبعا مش اول مرة بحضر له، هو فنان كثير رائع، كثير مهضوم. بيعمل شيء اسمه ستاند اب كوميدي، هو فن جديد على البلد، وحابين نعرف الناس ايش هو يعني ستاند اب كوميدي. وطبعا هو له صفحة فيسبوك كثير كبيرة وله كثير معجبين وبس. الحجاب قاعد على قلبهم في اوروبا، بدهم طريقة يشلفوا بناتنا الحجاب برا. احنا هون بنعجب علينا الحجاب. وردة، بكلة، اللي بسمع بكلة بفكر هاي البكلة تبعت امي تبعت زمان الرفيعة هاي. لا، حشوة هاي. واذا ما عندهاش حشوة علبة لبن مش مشكلة. مش تعملي منطاد. تلاقي الوحدة راسها هالقد ووجهها هيك صغير طالع من جواته. زي الخبزة اللي طالعة من طرف سندويشة الشاورما. بالتعامل معك لانك مش محسوب، عقلك صغير وشخصيتك مسلوب. عشانك طالب علم ما لازم يطلع لك صوت، لازم تحشي المعلومات براسك وتنفذهم، حتى لو كانوا غلطة او غلطة صدقهم. تعود يا شوفت مشاكل زودت، يوم اللي بعده تكررت، تحلم قدامك دمرت شخصية ما فكرت، طرق كتير تعدلت، لهذه البلد اتطورت وكتير كلمات تغيرت زي